حبايب قلب ام زياد، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل جلاش بالكريمه، حاجه كده في الخفيف منه وتقومي تعمليه في ثانيه الا ثانيه، في لحظه الا لحظه. الصينيه بتاعتك لفه جلاش حلوه، هتاخدي منها الخمس طبقات بتوعنا دول اهم، وهوريكي باقي الخطوات وتابعيني. احنا بناخد 4 طبقات من الجلاش كده، وبنطبقهم تطبيقه، معلش اعذروني بقى، يعني بتكون وسطيه كده زي كده. تمام اهي. بتحاولي انك تظبطي التطبيقه بتاعتك لحد ما تحسي انك بتطبقي زي ورقه الكراسه كده. تمام. هطبقها وارجع لك. بصي يا حبيبه قلبي، احنا كده طبقناها، عامله ايه؟ شبه سندوتش الشاورما كده. بتاخدي بالسكينه، بطرف السكينه بتقطعي من على الحرف. احنا عاوزين مثلثات المره دي، هنعمل جلاش مثلثات وهنحشيه كريمه، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقطع كده، هناخد المثلث كده خلف خلاف اهو. تمام. يعني انت اشطر مني طبعا اكيد، بس ايه، انت بتحاولي انك تعمليها مثلثات، واحد عكس واحد كده 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 كده. بيبقى ازاي؟ ده شكله اهو، اهو في قلب الصينيه، بدون ما ندهن سمنه تحت ولا ورقنا بسمنه. سيحنا كوبايه سمنه، هنحطها على الجلاش وندخلها الفرن على يكون سخن لحد ما يتحمر من فوق ومن تحت ونطلعه. حبيبه قلبي، ده شكل الجلاش بتاعنا بعد ما دهناه السمنه بتاعتنا. هندخله على الفرن وهنعمل بقى معاه احلى كريمه، علشان لما يطلع كده اوريك ازاي تزينيه، يبقى احنا كده خلصنا الجلاش بتاعنا. يا رب لو عجبك تعملي لي لايك، ويخلي لك حبايبك كلهم يا اللي تكتبي لي كومنت حلو. ست الكل يا جميله، انت بقيتي اشطر مني في عمايل الكريمه بقى. دول يعني بتاع حوالي كوبايه لبن صغير، نحط عليها معلقه نشا او معلقتين، ونحط عليها شويه كريم شانتيه وشويه سكر بودر. بس انا عشان بس النشا في ايدي اهو، بس عشان انا اللي بصور. وهنحطها على النار، انا لسه ما ولعتش النار، النار لسه مش متقاده. هنولع عليها النار بعد ما نقلبها كويس وندوبها لحد ما القوام ما يتقل، ونقوم جايين راكنينه في جنب، وهوريك الحركه اللي بعديها. احنا كده عملنا الايه، المهلبيه بتاعتنا اهي. انا عماله اقلب فيها بس انا طفيت عليها اصلا خلاص اهي. دي عباره عن كوبايه لبن ومعلقه ونص نشا وكريم شانتيه وشويه فانيليا ومعلقه سكر. هنسيبها تبرد وهنطلع ان شاء الله. نبص على الجلاش مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بدا ياخد لون اهو. بسم الله ما شاء الله. هنطلع وهنسقي واوريكي شكله لما نحشيه. بصي بقى يا حبيبه قلبي، ده كده شكل الجلاش اول لما فتحناه من النص وحشيناه بالكريمه وحطينا على وشه ايه، سوداني. لو عندك مكسرات فستق وبندق ولزق حطي. اهو عملنا طبق حلويات ما خدش معانا ربع ساعه بالظبط، وبألف هنا وشفا. لو عجبك الحلويات بتاعتنا ما تنسناش من دعوه حلوه من قلبك ولايك واشتراك في القناه بتاعتنا.